مساء الفل والهنا والسعادة. مساكم سكر، مساكم رضا من ربنا سبحانه وتعالى، مساكم كل نعم. مساء الفل يا حبايبي. يلا بينا نشوف مع بعض النهاردة فيديو بيتكلم عن ايه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في صحة واحسن حال. الفيديو اللي فات انا بجد ضحكت جدا من تعليقاتكم، ضحكت من قلبي. انتوا طبعا يا حبايبي ما تقصدوش، بس ايه المبالغ الفظيعة اللي انتوا قلتوها في التعليقات دي؟ اللي قالت 5000 جنيه، واللي قالت من 2000 ل 2500 جنيه، واقل حد كان اللي هي جنة الخلد كان يعني طموحها 500 جنيه، وما ينفعش بقى اقل من كده. لا طبعا هو المبلغ اقل من كده بكتير، بس انا بجد ضحكت جدا على المبالغ اللي انتوا كتبتوها. هو لو انا كنت كسبت المبالغ دي كنت عملت مسابقات الجوائز بتاعتها 100 جنيه و200 جنيه وكده؟ طبعا لا. ربنا يا رب يجعل القناة تكبر وتشوفوا ان شاء الله بإذن الله. انا ان شاء الله اسعد قلوبكم ازاي، ونعمل كل يوم مسابقة شكل، وكل مسابقة فيها 10 و15 فايزة. النهارده بقى انا صحيت من النوم ما بعرفش اعمل اي حاجه في المطبخ ولا اي حاجه في الحياه غير لما اشطب الحوض واغسل المواعين. طبعا كان عندي شويه الومنيوم كده، كان بقى لي فتره كنت تعبانه. يعني كل ما يبقى عندي ألومنيوم اقول ده انا دعكاهم بالسلكة ومخليهم مراية، اعملهم بقى بالليفة وخلاص، اعمل بقى بالليفة كده والبريل وخلاص، وما اعملش بقى بالسلك. لحد طبعا ما بتبدأ ايه يقعدوا ينطفوا، ببدأ بقى ببقى زهقانة من شكلهم، او اجي مرة واحدة بقول لا خلاص اليومين اللي جايين دول بالسلكة بالسلكة، يلا ما بدهاش بقى. وانزل على المواعين، انزل على المواعين ايه حتتك بتتك، انزل عليهم حتتك بتتك وارجعهم بقى بيبرقوا تاني. خلاص كده انا خلصت الحوض. قمت بقى قلت افضي غسالة الاطباق عشان يبقى الدنيا كده معايا رايقه وما فيهاش يعني اي حاجه محتاجه ترويق، علشان كمان كان عندي طبق او اتنين على الرخامه تقريبا عاوزين يتحطوا جوه الغسالة. كنت شاريه طماطم، وشاريه بتنجان اسود وبتنجان ابيض، وشاريه فلفل رومي. هنخلل مع بعض النهارده البتنجان، وتعالوا شوفوا بقى انا اللي بيدوق البتنجان بتاعي لو من اخر الدنيا بيجيلي تاني عشان يقولي عاوز اكل بتنجان من ايديكي. خلطة رهيبة، اجمل بتنجان مخلل هتاكلوه في حياتكم لما تتابعوا الطريقه وتشوفوا المقادير بتاعه الدقه بتاعه التخليل عامله ازاي، وانتوا مش هتستغنوا عنها ابدا. اعتمدوها للفلفل المخلل، البتنجان، الطماطم المخلله. حطوا طبق حلقات كده وحطوا الطماطم واعملوا بيها، مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي. بس الطماطم لو باتت في التتبيله بتبقى تاني يوم حادقه جدا، فتعملي شويه طماطم صغيرين ويتاكلوا في ساعتها على طول. المهم بقى قمت جبت 4 بصلات وقشرتهم، ونزلت بقى على الخضار غسيل غسيل، نزلت عليهم حتتك بتتك، خليتهم زي الفل. جبت الكبة فرمت فيها شوية بصل صغيرين، مقدار كده بصلة صغيرة او بصلتين، ودول حطيتهم في الحلة على النار. انا في اليوم ده قلت اعمل مكرونة وفراخ بانيه. يعني الاكله دي خلاص. زمان كنا نقول نتغدى ايه، نتغدى مكرونه وبانيه، اللي يلوي بوزه واللي ما يبقاش عاجبه ادينا الحمد لله رب العالمين على كل حال ما بقيناش قادرين نجيب حتى البانيه. ربنا يا حبايبي يغنينا ويغنيكم يا رب من فضله، ويوسع ارزاقكم ان شاء الله. بقيت البصل بقى قمت فرماه كله في الكبة، فرماه بقى ناعم جدا. ناس كتيرة كانت بتبعت بتسألني عن الفراخ انها بتقع منها القشرة، او بتبقى الفراخ في ناحية والقشرة بتقع لما بتتعمل. الفراخ البانيه اعملي حاجتين اتنين هما مفتاح انها تبقى ناجحة. اول حاجة انك تفرمي البصلة بتاعتها ناعمة جدا 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 عشان تنزل ميتها وتدخل جوه الفراخ تتبل بسرعة. انا بحط على تتبيلة الفراخ ملح وفلفل وكزبرة وقرفة، مش موجود بحط ملح وفلفل فقط مع بسم الله، بتطلع زي السكر. دي اول تركايه، ان انا افرم البصل ناعم قوي. طب تاني حاجه، ولا ادخلها تلاجة ولا معنيشه ولا دي ولا الكلام ده، ان الزيت يبقى سخن جدا جدا. تمام. خلاص انا البصل بتاع البانيه اهو. في الوقت ده بقى انا كنت حطيت البصله بتاع المكرونه وحمرتها، وحطيت فيها الطماطم اللي انا عصرتها.
انا عايزه اقول لكم يعني ما عنديش قرفه، بحط كزبره ناشفه وملح وفلفل. ما عنديش ملح، ما عنديش في كزبره ولا قرفه، بحط ملح وفلفل وشويه كمون، ملح وفلفل بس. ما عنديش فلفل اسود والله يا حبايبي، بحط شويه ملح وبحط شطه او بابريكا، بس انا بحط الشطه البلدي. حاجه يعني بتطلع في منتهى الجمال. مادام سميتي الله وبتذكري ربنا وانت واقفه بتعملي الاكل، ما اقولكوش على الجمال. انا عايزه اقول لكم ان انا جوزي وولادي اللهم بارك بيقولوا لي احنا بنبقى شامين ريحه الاكل بتاعك يا ماما واحنا طالعين في الاسانسير. خلاص انا كده عملت بقى البصله، شايفين ناعمه ازاي؟ هجيب بقى البانيه بالطريقه دي التتبيله، احط حته بانيه واغطيها بالتتبيله، واحط التانية فوقيها واغطيها بالتتبيله، وهكذا لحد ما اخلص الكميه كلها. ولا دخل انت تقدري دلوقتي كده حالا تقليها، تحمريها في الزيت في ساعتها، في نفس اللحظه هتطلع تحفه. انا بقى كان ورايا اعمل كام حاجه، وكانوا الولاد لسه ما جوش من بره ولا جوزي رجع من شغله، فقلت ايه اركنها، غطيتها بكيس ستريتش كده من فوق وايه وحطيتها جنبي على الرخام. جيت بقى للبتنجان، قلت اشيل الراس بتاعته علشان ادقلجه في الزيت واظبطه. قمت شايله الروس بتاعتهم كلهم. كل ده بقى الايه، كانت الصلصه بتاعه المكرونه خلاص اتسبكت، وده كان اكل النهارده، مكرونه وبانيه وبطاطس محمره. والحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يديم في حياتنا النعم يا رب. يعني نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. الطريقه بقى اللي بقلي بيها البتنجان، في ناس كتير تقولك انا مش بحب اقلي البتنجان، الدنيا بتتبهدل. لا، الدنيا مش هتتبهدل طول ما انت مغطيه الطاسه. انا هوريكم دلوقتي. بصوا بقلب وايه، وبحط الغطا، بحط الغطا كده على طول علشان ما يطرطش فوق انا كده كمان موسعه عشان انتوا تشوفوا. انا في العاده يا دوبك بورب الغطا وبقلب والغطا متوارب، انما انا اضطريت ارفعه عشان التصوير. بصوا بقى باجي احط البتنجان، شايفين ازاي؟ افتح سنه صغيره وادلق، افتح سنه صغيره وادلق. الزيت ابقى مهديه عليه شويه صغيرين قوي في بدايه ما بحط. اول ما اخلص وارص اقوم معليها النار ايه على الاخر، وبحمر بقى كل الكميه. مش عارفه ليه اللايكات قليله، مش عارفه ليه. انا بنتظر اللايكات بتاعتكم، هي بتدي ريتش للفيديو وبتخلي اليوتيوب يقترح الفيديو لكذا حد. من غير اللايك الفيديو مش هيوصل. وبنتظر تعليقاتكم الجميله. اكتر تعليقات ليكم بتبقى في الفيديوز اللي فيها مسابقات. انا نفسي كم التعليقات ده يبقى في الفيديوز العادي، هتلاقوا الفيديو بقى له ريتش والقناه بدات تتشاف. والله المستعان يعني، وما ذلك على الله بعزيز. عايزه اقول لكم ان خلاص كده قلبنا بقى، حطيت الطاسه التانية كمان وخلص كده دقلجة البتنجان. انا في العاده بعمله في الزيت دايما. طبعا المسلوق بيبقى صحي اكتر، لكن الطعم بتاع المتحمر في الزيت حاجة تانية. اتبعوا الوصفة بتاعتي بالتفصيل وصدقوني مش هتندموا العمر كله. كل بقى ما تعملوا الطريقه ويطلع البتنجان ملوش حل والناس تبقى هتتجنن تقول لكم الخلطه بتاعته ايه، وتقولوا لهم ان شاء الله ده باذن الله يبقى في ميزان حسناتي وحسناتكم طول العمر. بقى افضلوا ورثوا الطريقه للناس، وان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يجعل كل حاجه حلوه تعملوها تبقى ان شاء الله جميله وحلوه في ايديكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. البانيه اهو ما فيهوش اي افتكاسات نهائي، كان في التتبيله ومحطوط على الرخامه متغطي بالاسترتش. جبت البيض ضربته بالشوكه، حطيت فيه ملح وفلفل بس، ما احطش ملح زياده كاني هعمل البيض انا بعمله اومليت او هعمل بيض للاولاد نفس مقدار الملح. ده كيلو بانيه، حطيت بيضتين، ما اخدش اكتر من بيضتين. وعلى طول بقى اخد من التتبيله، ما نفضهاش ولا حاجه، اسيب طعم البصل والحاجه فيها زي ما هي في البيض، ومن البيض على البقسماط وبس كده، ولا اكتر ولا اقل. بس اغطيها بالبقسماط كويس قوي، واحط بقى في صينيه عندي. عملت البانيه كله بالطريقه دي، وبعد كده منه بقى من ال ما اتحط في البقسماط على الزيت على طول، بس الزيت يكون غزير ما يكونش شويه صغيرين. طبعا الزيت بقى غالي، الله المستعان. ربنا يا رب يرزقكم الخير كله ان شاء الله، ويكون الزيت سخن جدا. وطبعا بقى في الاير فراير دلوقتي موجوده وناس كتير بتستخدمها. انا بصراحه لسه ما جربتهاش، اما اجربها اقول لكم. دي كميه بصوا بقى اللي في البوله قدامكم ده توم وفلفل حامي، توم بس
توم وفلفل حامي، الفلفل الاحمر، القرون الحمراء الرفيعه مطحونين مع بعض. اللي انا بفرمه في الكبه ده فلفل حامي بس اخضر اللي هو الطويل مطحون في الايه في الكبه، فرمته في الكبه. تمام. طيب انا بقى لقيت الكميه قليله، قمت مزوده كمان 3 معالق توم. انا عامله برطمان كبير بشيله في الفريزر فيه هريسه اللي هي توم وفلفل حامي احمر بس. وقمت جايبه تاني شويه كام قرن حاميين خضر وضربهم في الايه في الكبه. حطيت كله على بعضه، وبعد كده هعمل ايه؟ هعصر ليمون. انا الكميه اللي قدامكم دي قدامكم اهي، عصرت عليها حوالي 3 ليمونات، مش حوالي، هو بالظبط 3 ليمونات اتعصروا كلهم في الدقه. وبعد كده بقى انت طبعا بتحطي في مصفى تعصري، وبعد كده تشيلي البذر اللي يعجبك اعمليه. انا عصرت وبعد كده قمت شايله البذر كله بالمعلقه. طيب تمام كده. هنحط خل. بصوا كميه الخل، بصوا قد ايه، مش كتير الخل ده يا حنان، لا مش كتير ابدا. بصوا كميه الملح، انا حطيت حوالي 3 معالق ملح وحطيت معلقتين تاني يعني 5 معالق ملح. لما تيجي تدوقي، بصوا انا دقت، لما تيجي تدوقي الملح عادي مظبوط، لا تعملي بقى حادق مرتين عن الملح العادي، يعني تخلي حدوقيته زياده مرتين. يبقى كده كل اللي حطيناه ايه؟ الثوم الهريسه، وحطينا الملح، وحطينا الفلفل الحامي الاخضر، وحطينا شوية فلفل اسود، وحطينا الخل والليمون. تمام كده. تمام. هنجيب بقى البتنجانية ونفتحها. افتحها كده بايدي عادي، افتحها بقى كويس، واقوم حاطه معلقه من الخلطه اللي انا عملتها دي. ما تنسوش تحطوا فيها شويه كمون وشويه فلفل، بس دول صغيرين او ذره وذره، عاوزين تستغنوا عنهم مفيش مشكله. بصوا بقى حطينا في البتنجان، السر ايه؟ ان البتنجان يطلع طعمه جميل وريحته تحفه والناس تاكله كده ما تشبعش. انك بصباعك، مش مجرد انك تحطي عليها وخلاص، لا بصباعك وتنغزي جوه البتنجانه علشان الدقه اللي انت حطيتيها تدخل وتتخلل، وجوه راس البتنجانه تنغزي صوابعك فيها من فوق ومن تحت وفي قلبها وفي كله. شايفين انا بعمل ايه؟ شايفين؟ وتقفلي بقى عليها كويس وتحطيها في البلاستيكيه او في البوله او في السلطانيه ايا كان اللي انت هتحطي فيه، وخلاص. وهتلاقي سهل جدا جدا معاكي. انا قلت اوريكم كام واحده معمولين ازاي علشان تبقوا انتوا عارفين التخليل ازاي. وطبعا في منكم ناس اشطر واحسن مني 100,000 والفلفل الرومي بعد ما بحمره في الزيت بقسمه نصين، وبفضي طبعا منه البذر، وبيبقى البذر ماسك كده في مكان واحد، وبحط طبقة فلفل واحط عليها الدقة وخلاص. بصوا الشكل، بصوا التحفة. انا جوعت يعني، انا لسه واكله منه وخلاص. المنظر جوعني. اتمنى تكون الريحه واصله لكم من الفيديو. جربوا الطريقه دي مش هتندموا ابدا ابدا. حاجه مش قادره اقول لكم على الجمال. الثوم ما يبقاش كتير، الثوم يبقى معقول، انما الفلفل الاحمر والاخضر هما اللي يبقوا كتير لو انتي ما عندكيش هريسه. تمام. حاجة بقى انا مش قادرة اقول لكم. ولما يا سلام بقى على الفول، ساندويتش الفول بقى وعليه البتنجان والفلفل، ولا ساندويتش الجبنة، ولا البيضة المسلوقة. انا بقى قولولي انتوا بتاكلوا البتنجان المخلل مع ايه؟ لان انا البتنجان المخلل ممكن قبل ما انام مش هتعشى اعمل لنفسي نص رغيف احط فيه بتنجانة مخللة، وبعديها ادعك اسناني بالمعجون، ويبقى انا كده اتعشيت اجمل عشاء في الدنيا. خلصنا بقى. طبعا شو انا عايزه اقول لكم، البوتاجاز ده بقاله بالظبط حوالي، يعني ممكن يبقى اكتر من شهر بحاجه بسيطه ما تنضفش. ومع ذلك بصوا كان نضيف ازاي. طيب السر في ايه؟ السر في الغطيان. بحمر البطاطس اغطي الطاسه، بحمر اي حاجه اغطي الطاسه. هعمل طشه بعد ما احمر البصل او حاجه او التومه بتاعتي كويس، اخد السلطانيه او مش السلطانيه سوري، اخد الكسرونه او اخد اللبانه او اخد الدقيه او الحله واحطها في الحوض، وافتح الشفاط واعمل الطشه في الحوض. مش هتنضفي البوتاجاز بتاعك غير كل شهر ونص شهرين، ولو مش مصدقاني اعملي زيي وهتشوفي. طيب انا دلوقتي نضفت البوتاجاز بايه؟ نضفت البوتاجاز، حطيت بريل، بريل فيبا ايا كان ايه هو، صابون سايب، صابون مواعين سايب، ايا كان ايه هو، وحطيته على البوتاجاز، وحطيت معاه فنجان صغير كلور، الجيركن اللي انتوا شفتوه ده. دعكت كويس قوي بالسلكه، وبعد كده قمت حاطه من البخاخه البيضه
اللي فيها المية والدوني، ورشيت. شوفوا بقى الجمال، شوفوا بقى الجمال واللمعان، وشوفوا ريحة المطبخ، حاجة مفيش بعد كده. انا مش عارفة الكاميرا مطلعة قد ايه الستانلس بيبرق زي ما هو في الحقيقة ولا لا. حاجة يعني جربوها وادعوا لي. لو انشغلتوا معايا في فيديو النهاردة ولسه ما دوستوش لايك، دوسوا لايك دلوقتي حالا حالا. ولو اول مرة تشوفي قناتي شرفيني بالاشتراك. بنعمل مسابقات وبنتكلم في مواضيع ان شاء الله باذن الله تنفعك، وبنعمل وصفات حلوة. بحبكم قوي في الله، دمتم في صحة وعافية وخير ورضا ونعم من ربنا سبحانه وتعالى. واستنوني في فيديو قريب جديد، وما تنسوش اللايك دلوقتي حالا. كلنا ننزل نعمل لايك، يعني عايزة عدد المشاهدات يبقى قد اللايك. شوفوا بفكركم اهو. السلام عليكم.